مساء الورد أعزائي المشاهدين، يسعد مساكم جميعا بكل خير. اليوم مثل ما اتفقنا امبارح قلنا حنتكلم إن شاء الله عن السعادة الحقيقية. السعادة الحقيقية اللي كل إنسان مننا اليوم عم يبحث عنها، ودائما نبحث عن امتلاك بعض الأشياء حتى نشعر بالسعادة. لكن أعزائي المشاهدين، السعادة الحقيقية اليوم رح نكتشفوها مع بعضنا إن شاء الله حتى نحصل عليها ونعيش فيها، نعيشها حقيقة مع بعض إن شاء الله، كأسرة، كعلاقات، كمهن، وكعلاقات ذاتية. كيف علاقتك مع نفسك أنت تعيش بسعادة غامرة، تعيش حياتك الجاية إن شاء الله بسعادة غامرة، بعد ما تكتشف معنا اليوم شو هي السعادة الحقيقية، وكيف أنت كشخص اليوم قادر تسيطر على نفسك وتعيش حياة سعيدة وحقيقية مثل ما أنت تتمنى وبتحب دائما. السعادة الحقيقية، لو اليوم سألت أي شخص شو هي السعادة بالنسبة لك، راح تلاقيه هو رابطها بشيء معين. إذا هو امتلك هذا الشيء فهو بيشعر بالسعادة. لكن أنا بحب أبشرك عزيزي المشاهد، إذا أنت اليوم ربطت سعادتك في شيء فثق تماما راح يكون حصولك على السعادة مؤقت، لأنه هذا الشيء راح تحصل عليه ويتأقلم عليه عقلك اللاواعي ويصير بالنسبة له حاجة عادية جدا. لذلك يفترض أنه أنت اليوم ما تربط سعادتك في امتلاكك لشيء معين. ليش؟ لو بحثنا عن السعادة راح نجد بنهاية الأمر امتلاكي لأي شيء هو يعطيني شعور. الشعور هذا هو الشعور اللي أنا بشعر من خلاله في سعادة، والسعادة الغامرة. لذلك مش امتلاكي للشيء هو الأساس، ولكن الشعور اللي أنا بحصل عليه هو الأساس بالنسبة لي، وهو السعادة الحقيقية. راح نشوف كيف. قصة عجبتني كتير. ريتشارد برانسون اللي عنده إمبراطورية برانسون، رجل أعمال أمريكي معروف، عنده شركة طيران اسمها فيرجن ريس، شركة قوية جدا، أو اسمها حتى عنده إمبراطورية، عنده مجموعة شركات. هذا الشخص في يوم من الأيام ريتشارد برانسون حب أنه يطلع رحلة سياحية في قارب، في أحد القرى. في هناك بحيرة جميلة جدا بين أشجار وأشجار خضر وعصافير، وفيها أجواء جدا رائعة. فحب شوية هو يعمل تأمل أو يريح أعصابه من العمل، من ضغط العمل، فحب أنه يروح يعمل رحلة ما يقارب صغير مع التجديف. فكان نصيبه أنه طلع مع شاب، وأثناء الطريق وأثناء الرحلة تبعه سأل الشاب هذا سؤال، قال له: أنت اليوم عم تعمل هاي الرحلة، ليش ما فكرت أنه أنت تشتري قارب آخر؟ قال له: أشتري قارب آخر ليش؟ شو السبب إذا بدي أشتري قارب آخر؟ قال له: اشتري قارب آخر يعني بصير عندك دخل أكثر. طيب، قال له: ليش يكون عندي دخل أكثر؟ قال له: ممكن وقتها تكبر الشركة تبعك ويصير عندك شركة سياحية وتجيب موظفين أكثر وتعمل قوارب أكثر. قال له: طيب ليش أعمل هذا الشيء؟ قال له: مع الزمن بصير عندك شركة كبيرة جدا، بصير عندك أموال كثيرة، وبالتالي بس يصير عندك أموال كثيرة بتصير تعمل مثلي رحلات هيك سياحية في القارب. فقال له: الرحلة هاي أنا كل يوم بعملها بدون ما أعمل كل الدورة اللي أنت هاي عملتها، بدون ما أنا أكبر العمل تبعي وأزيد الضغط على نفسي وإلى آخره. فأنا بعملها كل يوم، إذا أنا كل يوم بشعر بالسعادة بدون امتلاكي لهاي الأشياء اللي أنت تكلمت عنها. لذلك عزيزي المشاهد، من هاي القصة نحن متأكد الآن إنه السعادة الحقيقية هي موجودة عندك، لكن لازم أنت تبحث عنها في داخلك. ربنا سبحانه وتعالى قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. شوف شو عندك من النعم الداخلية، شوف الشيء اللي أنت عندك واشعر بالامتنان واشكر ربنا سبحانه وتعالى عليه. تعال أسألك سؤال عزيزي المشاهد، أنت اليوم لو قعدت وطلبت منك تكتب سؤال: هل أنت حياتك تسير بشكل مثالي 100% مثل ما أنت بتتمنى؟ طبعا الآن لو كتبت هذا السؤال حتلاقي في إجابات راح تكون سلبية من الوعي تبعك، وتقول لك: لا لأني ما أمتلك هذا الشيء، لا لأني ما امتلكت السيارة اللي أنا بدي إياها، لا لأني ما امتلكت البيت، لا لأني ما تزوجت، لا لأني ما حصلت على أولاد، لا لأنه صحتي تعبانة، لا لأني ما بلعب رياضة، لا. فحتلاقي كتير لاءات موجودة تمنعك من أنه أنت تكون سعيد. لكن اليوم عزيزي المشاهد، لو أنت تخيلت أنك أنت تملك الشيء الأول اللي أنت قلت حياتك مش مثالية بسببه، هل في شيء آخر ناقص في حياتك حتى تكون مثالية؟ اكتب هذا التمرين عزيزي المشاهد، وراح نشوف مع بعض كيف أنت قادر تشعر بالسعادة من داخلك بدون امتلاك أي شيء.
لأنه الشعور مثل ما قلنا شعور السعادة بيأتي من الداخل. لذلك اكتب هذا التمرين الآن، طبقه حتى تتأكد أنه السعادة حقيقية من الداخل. أنه أنت اليوم اكتب السؤال: هل أن حياتي تسير بشكل مثالي 100% كما أتمنى؟ الجواب الأول رح يجيك حيقول لك لا لأنه كذا، اكتبها. ولو الآن السؤال الثاني: لو كنت تملك هذا الشيء هل ستكون سعيد؟ ممكن كمان يكون في عندك سؤال ثاني، ناقصك شيء ثاني في حياتك. لذلك كمان هذا الشيء الثاني اكتبه، وارجع اسأل نفسك سؤال: انه لو انا هذا الآن عندي، تخيل انه هذا الشيء عندك اللي انت بتقول لا تملكه. تمام؟ يعني على سبيل المثال انا بقول انه لا، حياتي مش ماشية مثل ما انا بتمنى. ليش؟ لاني انا ما عندي البيت اللي انا بتمنى واللي كان من ضمن قائمة احلامي، لسه لا املكه. طيب تخيل انه انت الان عندك البيت، هل حياتك تمشي او تسير بشكل مثالي 100%؟ بتقول نعم، ولكن ناقصني يكون عندي سيارة فارهة مثلا. تمام؟ اذا كمان تخيل الان لو انت تملك البيت والسيارة، هل حياتك تسير كمان بشكل مثالي 100%؟ حتقول لا، ممكن ناقصني اني انا اتزوج، ناقصني شريكة الحياة او ناقصني شريك الحياة. اذا دائما ستبحث عن اشياء تشعر فيها من خلال امتلاكها بالسعادة. لذلك خلينا نركز اليوم على اساس انه انت تخيل لو امتلكت كل شيء. تخيل معي الان تمتلك اي شيء من الاشياء اللي ذكرتها انه هي مانعتك من انك تعيش السعادة الداخلية. تخيل انك تشعرهم، والعقل لا يفرق بين الحقيقة والخيال. لذلك هذا الشيء راح يؤدي الى انك تشعر هذاك الشعور اللي كأنك انت تمتلك هاي الاشياء اللي تؤدي لسعادتك. لذلك عزيزي المشاهد، انت اليوم مجرد انك تتخيل انك تمتلك هاي الاشياء راح تشعر شعور السعادة اللي انت تبحث عنه لو انك امتلكتها. اذا هو بالنهاية هذاك الشعور اللي احنا بنبحث عنه، لانه السيارة هي عبارة عن حديد لا تعني لي شيء، لكن امتلاكها يعطيني الشعور هذاك اللي نحن دائما نتمناه. ولما تشكر ربنا وتمتن امتنان شديد على الاشياء اللي انت تملكها راح يزيد الرضا عنك. ربنا سبحانه وتعالى قال ولئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر على شو؟ تشكروا على النعم اللي انت تمتلكها، تشكروا على الاحساس اللي عندك، على الشعور اللي عندك، وبالتالي حيزيد الرضا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لن يرضى الله عليكم حتى ترضوا عليه. فقالوا الصحابة: يا رسول الله كيف نرضى عليه؟ قال: انه تسعدوا وتشعروا بالرضا وتشكر ربنا على كل شيء، على الحلوة وعلى المرة بما معناه. وبالتالي الإنسان لما يقول إن لله وإنا إليه راجعون، ولما يفقد أي شيء عنده ويكون سعيد وعنده شعور الرضا هذاك، راح دائما ربنا سبحانه وتعالى يزيده هذا الشعور من الرضا ويعيش الحياة اللي هو بيتمناها. لذلك عزيزي المشاهد، من اليوم اتأكد أنه السعادة الحقيقية في داخلك أنت. السعادة الحقيقية ابحث عنها في داخلك وليس في امتلاك الأشياء. ياما ناس عندهم سيارات وعندهم بيوت وعندهم كثير أشياء، ولكن يتمنوا يكون عندهم حاجة واحدة فقط أنت تمتلكها. ممكن تعتبر بالنسبة لك هي لا شيء، ولكن هي تعتبر بالنسبة لهم من أكثر وأغلى الأشياء في الحياة. لذلك عزيزي المشاهد، اشكر الله على اللي أنت فيه، اشكر ربنا على النعم اللي أنت عندك. انظر إلى داخلك، في أنفسكم أفلا تبصرون. أبصر في داخلك، فكر أكثر واشعر بالامتنان، واشكر رب العالمين دائما، وزيد شكر على النعم اللي أنت فيها. وراح تشوف إنه شعورك بالرضا، شعورك بالسعادة، هذا راح يبدأ يجذب الأشياء اللي أنت تتمناها. لأنه أي شيء بدك تمتلكه لازم تتخيله وتشعر بالراحة والرضا تجاهه. وبالتالي الكون هذا كله المسخر إلنا راح يسخر لك الطرق والوسائل اللي تحصل على الشيء اللي بدك إياه. لكن يبدأ الشعور أولا من قلبك أنت، وتكون شاعر بالسعادة. بهذا اليوم عزيزي المشاهد بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اللي هي تكلمنا فيها عن السعادة الحقيقية. أتمنى أنه تكونوا شعرتوا إن شاء الله بالسعادة معنا اليوم، وأتمنى تبدأ حياتك من اليوم سعيدة. اكتب أي شيء تشعر فيه بالشكر تجاه رب العالمين، أي شيء عندك نعمة اكتبها حتى تشوفها كل يوم وتشكر ربنا عليها حتى يزيدك من هذا الرضا. وكون معنا إن شاء الله بكرة، راح نتكلم عن شيء مهم جدا جدا جدا. بعد ما تمتلك الشعور القوي بالسعادة راح نساعدك كيف تتعلم وتمتلك شعور الثقة بالنفس، ونشوف شو هي مدى قوة الثقة بالنفس لما أنت تمتلكها كشخص. لذلك كونوا معنا في حلقة بكرة إن شاء الله، ويسعد مساكم مرة ثانية.